السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي آية أحمد ودي قناتي. النهاردة أقول لكم إزاي تعملوا بطاطس بطريقة لذيذة قوي، بعيدا عن الطرق التقليدية بتاعتنا. عايزين تجربوا طريقة مختلفة لذيذة قوي مقرمشة جدا. الطعم صدقوني جميل، ينفع سناك كده جنب أي حاجة. تعملوها لولادكم كده هتعجبها، تقدموها مع شوية كاتشب. لذيذة قوي، هتعجبكم إن شاء الله. يلا بينا نشوف عملناها إزاي. معايا هنا نص كيلو بطاطس بيبي اللي هي صغيرة خالص دي. ممكن بطاطسيتين كبار عفوا. هنبتدي نقطعهم كويس كده زي ما انتوا شايفيهم نصين، بقسمهم نصين. ولو بطاطس مثلا، لو هي مش بطاطس كبيرة صغيرة كده، انتوا ممكن تقطعوها مكعبات لحد ما تخلصوا كل الكمية. وعلى البوتاجاز مية مغلية مفيهاش اي حاجة، هنزل بيها على بكمية البطاطس بتاعتي كلها لحد ما تتسلق. لما تتسلق هطلعها وهي سخنة كده، ابتدي اهرسها كويس. اهرس الكمية كلها لحد ما اخد القوام الناعم بتاعها. بس كده. هنزل بقى باربع كوبايات، 4 معالق من النشا. هنزل بالنشا، بالتوابل اللي احنا قلنا عليها: معلقة التوم بودرة، معلقة البصل بودرة، معلقة البابريكا، الملح. وهبتدي اعجنها كويس جدا مع بعض لحد ما تتكون عجينة. يعني مجرد ان هم يختلطوا كلهم كده بتتكون معايا عجينة. هبتدي اخد العجينة دي وافردها على كيس تلاجة. احطها وافردها واحط عليها كيس تلاجة، افردها بالنشابة كويس جدا. افردها بسمك حوالي 2 ملي كده او ربع سنتي. على فكرة البطاطس دي لذيذة قوي، انتوا ممكن تفرزوها بالطريقة دي. احنا بعد كده ممكن ما نقطعها بقى، انتوا ممكن تشيلوها في اطباق فل وتغلفوها بستريتش كويس وتعينوها في الفريزر، تبقى جاهزة على القلي. بس صدقوني بتبقى لذيذة قوي، ممكن تعملوا منها كمية وتعينوها في الفريزر زي ما انا بقول لكم. صدقوني بتبقى جميلة قوي ولذيذة، وتوفر عليكم وقت ومجهود. تبقى جاهزة على القلي على طول. انا هنا بعد ما فردتها كويس هبتدي اسوي الاطراف بتاعتها هنا عشان انا عايزة شكل متناسق. هبتدي اشيل الزوايد دي، انا مش برميها، انا بلفها وبرجع اعجنها تاني وافردها بنفس الطريقة. هبتدي اقطعهم صوابع كده زي ما انتوا شايفينها بنفس الطريقة دي. قطعها كويس كلها بسمك يعني بالطول كده زي ما انتوا شايفينها، بس صوابع كده زي ما انتوا شايفينها. وابتدي افرك كل الكمية تاني. انتوا ممكن تفرزوها بقى في المرحلة دي بعد ما قطعناها وعملناها صوابع، ممكن تفرزوها بقى. انا هنا بفرك جزء تاني برضو، بحط العجينة على كيس تلاجة وابتدي احط كيس تلاجة فوقيها عشان يسهل عليها عملية الفرد. وابتدي افرد فيها كويس بنفس الطريقة، واقلب الكيس على الناحية التانية والفه معايا وافرد فيها كويس لحد ما تتفرد بالسمك اللي انا عايزاه. لو انتوا حابينها طرية شوية انتوا ممكن تزودوا السمك بتاعها. لو حابينها مقرمشة جدا انتوا ممكن ترفعوها. صدقوني بتطلع لذيذة قوي معاكم وطعمها مختلف، هيعجبكم ان شاء الله، هيعجب الولاد قوي. بس انا بعملها بنفس الطريقة اللي عملنا بيها التانية. ببتدي اسوي الاطراف بتاعتها كويس واقطعها بالظبط. الزوائد اللي بنشيلها ديت ما بنرميهاش زي ما احنا بنقول، بنبتدي نلفها ونعجنها تاني ونفردها بنفس الطريقة. نشيل الزوايد كويس ونقطعها برضو صوابع بنفس الطريقة. انتوا ممكن تتحكموا طبعا في الطول والسمك اللي انتوا مرتاحين فيه، بس انا بحب السمك والطول ده. ابتدي بقى نقليها في زيت سخن، ما تكتروش في الزيت الكمية، يعني حطوا حوالي 5 6 بالكتير قوي. بتطلع مقرمشة جدا. ببتدي بقى اقلب كل الكمية بنفس الطريقة واقدمها بقى مع كاتشب بيبقى لذيذ جدا معاها. وتتقدم بقى، صدقوني هي كده كبردت كمان
فانا عايزه اقول لكم ان هي بتبقى لذيذه قوي، طعمها مختلف بجد. سناك هايل على فكره، مقرمشه جدا. لو انتم ملاحظين الخرفشه بتاعتها زي ما انتم شايفينها كده، هتعجب الولاد جدا صدقوني، هايله هتعجبكم قوي.